الاخبار؟ عاوز الناس تجمع بس معانا كده وهحكي لكم على حاجة مهمة جدا 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 عشان تعرفوا قد ايه احنا في مأساة. والله العظيم 3 في مأساة. اتفق مع حد تكون رايح تشتري مثلا عربية، بتكلم على العربيات، وخلاص انت متفق معاه وكشفت وخلاص واستقريت وكله تمام وضن ودفعت فلوس الكشف وكله 100 فل و14، قوم ايه يكلمك في التليفون يقول لك يا باشا حبيبي مساء الفل، يقول لك يا باشا معلش والله اصل انا هاجل شويه، وبعد كده لما تيجي تزنقه يقول لك والله معلش اصل انا هضطر ان انا ازود ثمن العربيه. تزود ثمن العربيه ليه؟ هتزودها ليه؟ ليه؟ هو انت مش التزمت؟ هو انت مش ده قريله؟ هو مفيش رجاله خلاص؟ ما بقاش في رجاله؟ ما بقاش في كلمه رجاله؟ ده كلمه الراجل دي لو هتخسرك مليون جنيه، لو هتخسرك مليون جنيه تخليك قد كلمتك وراجل في كلمتك. شوف بقى، ده اللي يفهم يعني ايه رجوله، اللي يفهم يعني ايه رجاله. انت التزمت ببقك ولسانك تنفذ الالتزام اللي انت التزمته حتى لو هتخسر فلوس. ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا اتربيت عليه. انما شغل حماده وقع مني اللي داير اليومين دول ده اسمه سكه حماده اللي يروح ما يرجعش، وحماده وقع مني وكلها بسلاسل وكلها بكريمات والدنيا خربانه. فلما تلتزم بكلمه تكون وقتها. احنا الواحد بيشوف العجب، يعني الواحد بيشوف العجب والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فمأساة والله العظيم مأساة. طبعا احنا ما اتخدناش رادار في اللي فات صح؟ بس ويعني العربيات اصلا المستعمله اللي موجوده في السوق عربيات حالات يعني مهببه كلها. تلاقي العربيه مخبوطه ومرشوشه ومحكوكه وطالع ايمان اللي خلفه ابوها ولا حياه للموت. عادي جدا يعني ممكن يلبسك عربيه، ممكن تلبس في العربيه تكتشف نفسك انت بعد كده اللي انت لابس في العربيه. يعني هقول لكم على حاجه، يعني من ضمن الحاجات مثلا الله يسلمك يا حبي، الله يسلمك. من ضمن الحاجات مثلا يتقال ان العربيه فابريكا بره وجوه مثلا يعني، واستخدام طبيبه واستخدام يعني ناقص يقول لك ايه العربيه دي ما بتخرجش من باب الشقه. ماشي، فانت يعني بتروح تلاقي العربيه الاستخدام الطبيبه اللي ما بتخرجش من الباب الشقه دي استخدام الباشا البواب، والعربيه تكون فابريكا. يعني هو يقول لك فابريكا العربيه تكون رشه. ما علينا يعني، ما علينا ما علينا. انت ايه المشكله برضو لما تقول ان العربيه والله انا راشش العربيه، وخليك صريح كده. ايه المشكله؟ واحنا ليه ما عندناش صراحه؟ ليه ما عندناش الصراحه؟ يعني ليه ما تكونش صريح؟ طب ما انت لما تقول لي العربيه رشه، طب ما انا ممكن اشتريها منك وهي لصراحتك وللمصداقيه بتاعتك، بدل ما تقعد تحور عليا واكتشف ان انا اروح ادفع فلوس كشف واتغرم كشف، وبعد كده الاقي ان العربيه اللي انت بتقول لي عليها فابريكا وبره وجوه وبتاع والحاجات دي كلها، وفاجئ ان العربيه دي رشه وطالع سلسفين اللي خلفوها. يعني طب ما تقول لي من الاول ان العربيه رشه كذا كذا كذا، ولا لازم تغرمني ولازم تعلمني الادب اللي انا اشك بعد كده مش في صوابع ايديا، في عقل صوابع ايديا. والله العظيم اشك في عقل صوابع ايديا. يعني اي حد من دلوقتي حالا احنا رايحين نتفرج على عربيه ثانيه، يعني احنا دلوقتي في اتجاهنا رايحين نتفرج على عربيه ثانيه، فاي حد دلوقتي هيقول لي فابريكا هقول له عند خالتي. فابريكا دي انا ما بصدقش في فابريكا. هنكشف، تقول لي استخدام طبيبه هقول لك معلش الطبيبه في العياده. هنروح نكشف على العربيه ونطلع سلسفين العربيه، وبص يعني بص هفتشك مع العربيه. انما بالبق كده والمصداقيه اللي كانت بتحصل دي زمان، خدوا بالكم من نفسكم.